الجميلة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما اتربينا وتعودنا عليها، بطريقة تقليدية جدا، بس نمشي بالخطوات كده واحدة واحدة وان شاء الله تنجح وتبقى كويسة معانا. ياريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركي عندي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونعمل مع بعض بقى مكملين ان شاء الله في وصفات رمضان وحلويات رمضان. ولو عندك اي استفسار ياريت تسيبولي في الكومنتات وانا هرد عليك. نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة هعملها معايا هنا شربات الكنافة علشان يبقى مظبوط. نعمل مع بعض المكونات ديت علشان انا مش عايزاه لا يكون خفيف قوي ولا تقيل قوي. فاحنا هنبدأ بالشربات. طبعا معايا كوبايتين سكر كبار وكوباية مية كبيرة، والكوباية التانية يعني كوباية الا ربع كده. يعني كوبايتين السكر احتاجوا معايا كوبايتين الا ربع من المية. هحطهم على النار واسيبهم يغلي، واول ما تغلي هرش عليها عصرة ليمونة ورشة فانيليا واسيبها تبرد تماما معايا. نبدأ بقى في الكنافة. المكونات اللي انا عايزاها طبعا كوباية سكر بودرة، كوباية واحدة بس، وكوباية او كوباية ونص من السمنة بسيحها كده على البوتاجاز يدوب بس بتسيح معايا وتفك من بعضيها. ومعايا كمان نص كيلو من الكنافة. هحط الاول السكر البودر معايا على الكنافة وابدأ ان انا اوزعه كده، وطول ما انا بعمل بقطع في الكنافة بتاعتي لازم كده افضل اقطع فيها. وبعدين بحط السمنة معايا وبوزعها في كل الكنافة اللي معايا. وبعدين ببدأ ان انا افرك الكنافة كده في السمنة. بصوا شايفين ازاي لونها هيتغير معايا تماما. فاول ما كده كل السمنة تتشرب في الكنافة كده اتأكد ان الكنافة بتاعتي جاهزة معايا. لازم الكنافة تكون جاهزة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت علشان ما تنشفش معايا او تبوظ. فاحنا مكملين مع بعض كده اهوت. هفضل انا بقى اقطع كده في الكنافة وادخل فيها السمنة لحد ما تتشرب كلها بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. لازم اتأكد ان الكنافة بتاعتي كلها دخل فيها سمنة. طبعا مشغلين الفرن قبل ما ابدأ خالص. انا مشغلة الفرن بتاعي وسايباه يسخن زي ما احنا متعودين، وما بتاخدش وقت في الفرن خالص على فكرة. فانا بعد ما خلاص بقى بصوا شكلها بقى عامل ازاي، كلها تلون لون اصفر. بصوا باين طبعا جدا اللون بتاع الكنافة اتغير ازاي. خلاص كده انا حطيت السمنة في الكنافة وفضلت اقلب فيها لحد ما لونها اتغير معايا. هجيب صينية اكون دهنها كده رشة خفيفة كده من الزيت، وانزل طبعا بالكنافة بتاعتي كلها فيها. وهبدأ ان انا اطبطب على الكنافة كده وادوس عليها جامد علشان ما تفكش مني او تتكسر مني جوه الفرن. ببدأ ان انا اساوي الاطراف الاول بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين ببدأ ادوس عليها كده كويس قوي علشان زي ما قلتلكم ما تتكسرش مني جوه في الفرن. بدور كده الصينية واتأكد ان انا دوست عليها كلها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. كده بتكون الصينية بتاعتي جاهزة ان هي تدخل الفرن. انا كده بكون خلاص خلصتها. بصوا بسيطة وسهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هبدأ اشيل معايا اي حاجة كده زيادة علشان ما تتحرقش مني وادخلها الفرن. بعد ما دخلتها الفرن شغلت عليها الشواية عشان تاخد لون. وده كده كان لونها معايا زي ما احنا شفنا ما شاء الله لونها جميل ازاي. هقلبها انا بقى في طبق التقديم. لو انتي حابة طبعا تحطي الشربات كده عليها وخلاص مفيش اي مشكلة، بس انا حابة ان انا احطها في طبق التقديم بتاعي. بصوا بقى لونها وجمالها عامل ازاي. بجد بجد طعمها حلو جدا. جربوها مش هتندموا خالص ان شاء الله تعجبكم. بعد ما حطيتها بقى في طبق التقديم وقلبتها على الناحية التانية، هبدأ اني اجيب الشربات بتاعي وهوزعه على الكنافة بتاعتي. يعني هخلي كل الشربات يتوسع في الكنافة كده بشكل متساوي علشان الكنافة بتاعتي ما تبص مني وتبقى شاربة كلها من الشربات. بصوا وانا بصب الشربات هي الكنافة بتشرب.
ليه بقى؟ لان الكنافة زي ما قلت لكم بتبقى سخنة جدا والشربات بتاعي دافي، او يعني خلاص انا سبته يدفى جدا جدا، وبعدين الكنافة كده بتبقى سخنة معايا فبتشرب مني الشربات، فان شاء الله تطلع ناجحة معاكم طرية وجميلة، ولا ناشفة ولا متكسرة ولا اي حاجة. بصوا شايفين بقى الكنافة بتشرب الشربات ازاي؟ وكل ما تسيبيها طبعا كل ما لو في بواقي شربات او حاجة الكنافة بتشربها. بصوا بتشربها ازاي وباينة جدا يعني. خلاص اتأكدت بقى ان الكنافة بتاعتي شربت الشربات بتاعها. هبدأ اجيب كده جوز الهند ونعمل مع بعض هلال رمضان، بما اننا بقى في شهر الصوم والخير. هحدد الاول كده بجوز الهند، اعمل الهلال احدده الاول. سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، بس احنا تركات كده بسيطة تتزوق معانا ويبقى شكلها حلو وجميل في التقديم. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. خلاص انا حددت الكنافة بجوز الهند كده، عملت الهلال بتاعي اللي انا عايزاه. هبدأ احط فيه بقى من جوه كده مكسرات، اي حاجة متوفرة عندك، سوداني، جوز الهند، زبيب، ماشي، فستق، بندق، اي حاجة، اي نوع مكسرات عندك عايزة تعمليهم زي ما انا عاملة كده. انا دول شوية مكسرات حملاهم وطحناهم في بعض عشان يبقى كله كده في بعضه. بتنفعني بصراحة في اي حاجة انا محتاجاها، بتبقى جميلة جدا. وبعدين بملى بقى الهلال بتاعي اللي انا عملته دوت بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. كده بكون بقى خلاص خلصت الكنافة بتاعتي، وده كده شكلها بعد ما خلصت. ان شاء الله تعجبكم، اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يعودوا عليكم بخير. يا ريت ما تنسيش تشتركي عندي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واسيبكم بقى مع الكنافة الجميلة ديت، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.